السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة النهاردة والسيارة الأزعة دي مش موجودة، إيمان الجوالي مش موجودة، هبدأ بقى أشتغل معاكم وأتكلم. يا ربي ده أنا طلعت من وراه بعيد عنها يا جماعة عشان تيجي برضه. أنت جيتي منين؟ أنت إيه اللي جابك؟ أنا هسجل لوحدي، معلش النهارده أسجل لوحدي، روح شوية عند دوت، روح يا جماعة، روح بس سجل لوحدي، روح. يا جماعه اصلا اه هو مش خليكم باين معايا. في انا هو الكاميرا. بص لا بص، ما انا دوت الحمد لله انه مش معايا، والله انا هعمل لوحدي دلوقتي. لا. طيب اتفضلي. ازيك عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ انتوا كنتوا عاملين ايه؟ عاملين محشي يعني، هم اقل شويه عاملين ايه دوت. معلش يا جماعه استحملوها طب ماشي لو سمحت شويه كده بس، لو سمحت شويه بس كده، لو سمحت شويه. يا ربي اتفضلي. ازيك عاملين ازيكم ايه؟ عاملين ايه؟ مش عارف انا، اتفضلي. ايوه انا عايزة نفس الحوار كل مره، ما بنغيرش يا ايمان، ما بنغيرش. ايه دوت؟ ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ مش عارف ايه ده. ايوه اتفضلي قولي يلا. هات يا جماعه جاي لكم في حلقه كده بسيطه. طيب شكرا مع السلامه، شكرا لا، مع طيب السلامة، أنا خلاص لسه بسيطه، خلاص مع السلامه بقى. بسيطه ايه؟ طيب ماشي اتفضلي. فالنهارده بقى انا هبدا الاول. ما انت بتبداي الاول وانا سايبه لي فرصه. طب ماشي، امك عايزاكي تحت، يلا روحي لا يلا. انا عايزه امشي. طيب ايمان ادي ما انت جيتي ومرضي لله هنشوف لها. طيب بص يا جماعه ايمان، قلت حاجه؟ بص يا ايمان، لا انا قلت حاجه يا جماعه. طيب بص يا ايمان، انت عندنا بتقولي انشاد. خلاص الانشاد ده معنى في حب مين؟ صور. رسول. ما نقولش رسول، كان نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص تعرف ان ايمان سيدنا عندنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاش مصر خالص، ما جاش مصر. في انبياء ما جاش عندنا، هو ربنا سبحانه وتعالى في انبياء عاشوا في طب هو مصر. كان عايش فين؟ عاش في مكه المكرمه، ثم هاجر. سيدنا محمد قاعد في مكه لغايه سن 53 سنه. يعني سيدنا محمد قعد في مكه لغايه كام؟ 53 سنه. ثم هاجر من مكة المدينة وكان عنده عمره 53 سنة. يعني هو هاجر اللي هي الدعوة، قلنا اتكلمنا فيها قبل كده ان الدعوة النبوية 23 سنة. يعني الدعوة النبوية يعني سيدنا محمد لغاية 40 سنة ما كانش نبي، قلنا عليها، قلناها في فيديو قبل كده، وان دعوة سيدنا محمد 23 سنة. عشان كده بعض الناس يا جماعة ما بتعرفش مثلا في صور مكية وصور مدنية. مكية يعني نزلت على سيدنا محمد في مكة. تعرفي مين اللي كان بينزل بالقرآن يا ايمان؟ هو سيدنا جبريل عليه السلام. اعظم ملائكه هو سيدنا جبريل عليه السلام. هو برضه عليه السلام. طبعا هو اعظم ملائكه. ما نعرفش لونه ايه، ما نعرفش. الله سبحانه وتعالى ادى لنا ان في خلق ثلاثه، في الملائكه وفي الجن وفي الانس اللي هو البني ادم. ما نعرفش شكل دول ولا شكل دول، لكن نعرف شكل البني ادمين. عندنا ربنا يستر سبحانه وتعالى. طيب بص عندنا يا حاج ايمان، هنا ان سيدنا محمد عليه السلام قلنا ما جاش مصر. طب ايه المعلومه اللي انت كنت تقولها لنا عن الانبياء انه ممكن يكون مصر عندنا؟ سيدنا موسى اتولد في مصر. سيدنا موسى اول الانبياء، يعني اول الانبياء كانوا في عندنا، لا اول الانبياء اللي كانوا في مصر عندنا هو في احنا سيدنا ادريس هو من اوائل الانبياء اللي كانوا في عندنا. وكلمه مصر يا جماعه ناس كتير جدا قالوا مصر جايه من كلمه مصرايم اللي هو ابن سيدنا نوح. بص يا ايمان، لما سيدنا نوح كان في العراق، وسيدنا نوح قعد يدعو الناس 950 سنه. يعني يدعو، بس كان زمان الناس بتعيش كتير، اعمار زمان كانت قصيره، يعني كانت كبيره دي قصيره. فكان سيدنا نوح بيدعو الناس، قعد بس يدعوهم ان يخشوا ان هم يخشوا في الاسلام. على فكره كل الانبياء مسلمين، ان هم بيوحدوا بالله ولا اله الا الله. ويبدا ان سيدنا الله سبحانه وتعالى يامره انه يبني سفينه. هنحكي انا وانت بقى كده مره، كل مره ان شاء الله الرحمن نحاول نحكي قصه ايه، قصه من قصص الانبياء. وانت عايزه برضه تعرفي عشان انت لما تخاطبي الاطفال هم يفهموا منك اكتر. فانت المفروض تعرفي بقى قصه الانبياء عشان احنا المره الجايه يا جماعه ان شاء الله الرحمن، ونحاول ايمان بقى ان شاء الله الرحمن الاطفال الصغيرين والناس تحاول تتعلم مع ايمان قصه الانبياء. خلاص. فان هو من الانبياء اللي كانوا في مصر عندنا سيدنا ادريس. ثم من الانبياء اللي ذكروا عندنا سيدنا ابراهيم، جه عندنا هو ستنا ساره الى مصر. ثم اللي اتولد في مصر سيدنا موسى عليه السلام. تخيل سبحان الله ان سيدنا موسى اتولد في مصر وخرج من مصر. تمام؟ عندنا على فلسطين، لان الله سبحانه وتعالى امره. اتولد هناك. طب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اتولد فين؟ اتولد في مكه المكرمه. في مكه المكرمه، وقعد فيها 53 سنه. تمام. وليه بقى ما سابش مكه المكرمه؟ لانه سيدنا محمد ما كانش هيسيبها. سيدنا محمد طلع منه غصب عنه، يعني طلع من مكه غصب عنه، لان الكفار اللي هم ما امنوش بسيدنا محمد عليه السلام عملوا يعني هو بدا يأذوا الصحابه، يأذوا سيدنا محمد، يضربوا سيدنا محمد، يسيبوا سيدنا محمد عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى امر ان هو يهاجر الى مكان ايه؟ تاني.
لان خلاص اصبحت مكه ما فيهاش حد بيخش في الاسلام. فربنا سبحانه وتعالى اختار وشرف المدينه المنوره، كان اسمها يثرب. كان اسمها ايه؟ يثرب. الله سبحانه وتعالى لما راح لها سيدنا محمد اسمها المدينه، اللي هي المدينه المنوره كان زمان اسمها يثرب. يثرب. لما راح لها سيدنا محمد كان بقى اسمها المدينه. وهنا عندنا يا جماعه لما نقول المدينه، هنا المدينه مدينه سيدنا محمد يعني والمنوره لقب اطلق على العثمانيين، اطلق عليها مدينه منوره. اتفضلي. هو مين معاه مفتاح الارض بتاع سيدنا محمد؟ هنا المفتاح ده سيدنا محمد السلام، ما حدش بيفتح عليه خالص. سيدنا محمد السلام هنا عليه كذا سور من جوه، الناس بتشوف بس الحاجه اللي من بره اللي هو دوت، هو اللي هو السور اللي من بره دوت اللي هو ده، لكن سيدنا محمد السلام هنحكي عليه مره. طب سيبيني نحكي عليه مره المره الجايه، ونحاول ان احنا ان شاء الله الرحمن نحكيها بالتفصيل احسن، لان ما حدش بيخش يا جماعه تاني ايمان انت معايا. وده هو في بدع وخرافات كتير جدا احنا مش في الاسلام فيها. الاسلام ما فيهوش بدع وخرافات. من البدع اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب باستمرار كتير، يقول لك قبر الرسول، قبر الرسول، يجيب لك بتاعه كده خضراء، وعندنا واحنا في الحمام عندنا امام رجل صالح، راجل ده من زمان مات، هو نقول عليه الامام عمر، سيدي نقول عليه سيدي عمر، اللي هو بيبقى زي مكان كده ويغطوه بالاخضر كده كمان. هم يجي لك على اليوتيوب او يجي لك حاجه عشان يعملوا نسبه مشاهده عاليه، فيقول ايه قبر الرسول، قبر الرسول عندنا هو. لا، قبر الرسول يا جماعه والناس بتمشي وراهم، برافو عليك. وده غلط. احنا دورنا ان احنا نوعي الناس. قبر الرسول لم يرى احد منذ فتره طويله جدا جدا. قبر الرسول على مستوى الارض مرتفع حاجه بسيطه جدا. سيدنا محمد مدفون في التراب عادي جدا زي اي بشر، هنا معمول عليه بالتراب حاجه ارتفاع بسيط. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم في اصوات. ده انا بشوف اللي من دول على اليوتيوب يقول لك اصوات من قبر الرسول، كلام فاضي. عندنا قبر الرسول، كلام فاضي. مكه السعوديه دي اصلا ربنا يحسبها عليهم يعني. برافو عليكي. هنا بقى